صباح الخير. كنت عايز اتكلم عن مباراة امبارح الاهلي واورلاندو في بطولة افريقيا. اخر مباراة كانت في دوري المجموعات. طبعا خسارة صعبة جدا للنادي الاهلي على ملعبه وسط جمهوره. كان الاهلي محتاج الفوز عشان يديله الثقة الفترة الجاية، خصوصا ان هو كان فاقد الثقة الفترة اللي فاتت. اداء سيء، كان في بعض الخسارات سواء في الدوري او بطولة افريقيا. كان محتاج ياخد الثقه الفتره دي، خصوصا ان احنا في شهر يناير ومنتظرين الصفقات. كان الاهلي محتاج ان هو يفوز يستعيد الثقه عشان يقدر يكمل. طبعا في ناس كتير امبارح طلعت ان الخساره كان سببها الاول والاخير هو مجلس الاداره وتاخر الصفقات. طبعا انا بشوف العكس، يعني مجلس الاداره ليه دور. هي لو هنتكلم عن اسباب الخساره او اسباب تراجع اداء الاهلي الفتره الاخيره، هو ما بين مجلس الاداره وما بين كولر. في ناس طلعت اتكلمت امبارح قالت ان كولر ملوش اي علاقه، محدش يتكلم مع كولر. كولر عنده حق في كل حاجه. لا، انا بشوف العكس طبعا. كولر مسؤوليه تامه عن اللي بيحصل للاهلي دلوقتي، بجزء طبعا مع مجلس الاداره. مجلس الاداره متاخر في الصفقات، ولكن احنا ستيل في شهر يناير، فلسه احكم في اخر الشهر لما نشوف كده ان الشهر عدى والاهلي ما جابش صفقات نبتدي نتكلم. ولكن دلوقتي كولر عليه دور كبير جدا. المدرب الكبير بيظهر وهو بسكواد قليل، او في اصابات او في مشاكل في الفريق، بيبان المدرب الكبير بيشتغل بالخامه اللي عنده يقدر يطلع بيها احسن حاجه. ولكن كولر اكتشفنا ان هو راجل عايز دايما لعيبه جاهزه، عايز لعيبه سوبر عشان يقدر يعمل كل حاجه. لا طبعا، ده مش في الكوره. امال انت فين دورك لما انت تبقى مدير فني ومعاك خامه؟ انت بتدرب نادي الاهلي، فاوريدي عندك رقم واحد واثنين. يعني حتى وانت عندك غيابات انت تقدر تأقلم فريقك وتسيستم فريقك ان انت تقدر تغير خطتك مثلا، او تقدر ان انت تصنع الفارق باللعيبه الاحتياطي. خصوصا ان انا وجهة نظري ان انت يعني مش بتلاعب حد برضو. اورلاندو فريق كويس وكل حاجه، ولكن برضو مش الفريق اللي هو يخوفك او يرعبك، او ان انت محتاج فيه لعيبه اقوى من اللعيبه اللي عندك. يعني انت مثلا امبارح ما حدش قال لك ان انت مثلا تقعد حسين الشحات احتياطي في مباراه مهمه زي دي. محدش قال لك ان انت يبقى عندك كريم الدبيس وتبدا بكوكا باك شمال في ظل غياب الباك الشمال المغربي يحيى عطية الله. فدي جت في ايدك انت. يعني انت محدش قال لك ان انت ما تلعبش دبيس من اول الماتش. يعني دي من ضمن الحاجات اللي كان يقدر يعملها في المباراه. ولكن انا بشوف ان هو دايما بعد كل مباراه لازم كولر يطلع يقطع في اللعيبه. يعني اي مباراه بيخسرها الاهلي لازم اول حاجه يقطع في اللعيبه، يا اما في مجلس الاداره. عمره ما طلع قال مثلا يا جماعه لا انا النهارده مسؤول عن الخساره، وبيعتذر للجماهير وهنعوض الماتش الجاي وهنقدر نصلح اخطائنا وغيره طبعا. ولكن انا بشوف ان كولر عمره ما عمل كده، عمره ما طلع تحمل المسؤوليه. دايما بيجيبها في الاداره يا اما في اللعيبه. ودي طبعا من سمات المدرب الضعيف. يعني انا بشوف ان ده مش مدرب كبير. المدرب الكبير اللي يقدر يتعامل باقل الامكانيات اللي معاه لحد ما يقدر يتوفر له كامل الامكانيات. شفنا قبل كده على مدار السنين اللي فاتت مدربين على مستوى العالم او على مستوى مصر اتعاملوا باقل سكواد ووصلوا وخدوا بطولات ومفيش مشكله يعني. فانا بشوف ان كولر عنده مشاكل كبيره جدا. حتى في لعيبه كتير كولر يعتبر خلص عليها. رضا سليم ايام ما كان سليم هو كان مخلص عليه ما بيلعبوش. يعني رضا سليم ده تقريبا كان جاي لك احسن لعيب في المغرب، وكان صفقه بيتكلم عليها افريقيا كلها. انت جيت تقريبا انت خلصت عليه رغم ان هو كان بادئ بدايه كويسه مع النادي الاهلي. مين اللي خلص على رضا سليم؟ هو كولر. بيرسي تاو كان في وقت من الاوقات كان عامل اداء جيد جدا، لكن هو فقد ثقته في نفسه وبرضه بسبب كولر وبعدته خالص. كهربا طبعا، يعني طبعا كهربا هو يعني جزء كبير هو يتحمل مسؤوليه نفسه، ولكن برضه انت اللي فقدته الثقه في نفسه بدل ما تقدر تستفيد بيه. وانت استفدت بيه في اوقات كتير قبل كده، وكنت بتنزله وكان بيكسبك، ولكن بعد كده انت بعدته خالص ففقد الثقه في نفسه. وانت اللي اخترت قبل كده ان انت جبت موديست وكانت مسؤوليتك انت، وجبته وفشل ومشي. فكولر عنده اخطاء كتير، ولكن هو ما بيعترفش دايما باخطائه، ودايما شايف ان هي مشاكل لعيبه ومجلس اداره.
وعندك برضو لو تفتكر اللعيبه اللي مشيت ما كانت بموافقه كولر. حمدي فتحي كان بموافقه كولر، اليو ديانج كان بموافقه كولر، بيرسي تاو دلوقتي كولر، عبد القادر كولر خلص عليه نهائي. عبد القادر كان لعيب كويس جدا ويقدر يستفيد بيه في الوقت الحالي، خصوصا ان انت عندك ازمه في الهافات. واحد زي احمد عبد القادر ده كان هيحل لك مشاكل كتير جدا، وكان لعيب جيد جدا. انا وجهه نظري لعيب محتاج ثقه وتديله في الملعب، لعيب كويس جدا جدا، لعيب مهاري بيحرز اهداف، سريع متحرك. خسرت لاعب زي احمد عبد القادر، انا ما اعرفش ازاي. فكل دي مشاكل كولر اللي هو بيطلع بعد كل ماتش بيجيبها في مجلس الاداره وبيجيبها في اللاعبين. فانا بشوف ان كولر للاسف مدرب ضعيف، ضعيف جدا. بياخد بطولات وده طبيعه في النادي الاهلي، ان الاهلي كده كده بياخد بطولات، ولكن اداء صفر. لاعب تاني برضو كنا بنشوفه في نادي الاهلي موجود وكولر فرط فيه بسهوله جدا، وهو القندوسي. لعيب كويس جدا جدا، لعيب مهاري، لعيب اسيست هايل، لعيب هداف، لعيب دولي، كورته حلوه جدا. انا مش عارف ازاي كولر يفرط في لاعب زي ده. لعيب كان مهم جدا للاهلي، لعيب كان عليه خناقه كبيره بين الاهلي والزمالك وانديه كتير في افريقيا وحتى في الخارج. لعيب بنشوفه بيقدم مستوى هايل جدا مع سيراميكا السنه اللي فاتت والسنه دي، وكنت بشوفه ان السنه اللي فاتت هو يمكن مش من افضل لعيبه. هو انا وجهه نظري ان هو كان افضل لاعب في الدوري الموسم اللي فات. كان موجود جوه النادي الاهلي وكولر كان مخلص عليه نهائي، ما كانش بيلعبه في ظل ان كان جمهور كتير بيطالب بان هو يلعب. الاهلي كان عنده ازمه في المكان ده، لحد دلوقتي الاهلي عنده ازمه في المكان ده. وحتى دلوقتي حتى لما كان مع الكلام الرجوع ان هو يرجع، طبعا كولر برضه هو رفض وقال لا انا مش محتاجه، انا محتاج صفقات تانية. رغم ان ده كان لعيب في ايدك ولعيب مهم في مكان انت محتاجه دلوقتي، الحته الهجوميه، وكان لعيب مش هيكلفك كتير، وكان هيبقى يعتبر صفقه جديده بس بفلوس اقل. لعيب ثقه وبيلعب في الدوري وعارف وبيلعب في افريقيا وعارف الكوره في مصر وافريقيا عامله ازاي، ولعيب في ايدك، ولكن الاهلي فرط فيه بسهوله بسبب كولر. فده برضو من ضمن اخطاء كولر. الاهلي محتاج صفقات طبعا زي ما قلنا كتير. الاهلي محتاج صفقات، ولكن طبعا لازم يحل مشاكل كولر لانها خلاص. اعتقد مشاكل كولر بقت كتير جدا. لازم يحاول يغير ويعترف بخطأه ويقول ان هو مسؤول، ما يرميش كل حاجه في ملعب الاداره واللعيبه. بشوف ان عمر الساعي محتاج برضو فرصه. لعيب كويس جدا. برضو كولر كان سبب في انه يبعد الفتره اللي فاتت. بشوف ان الساعي لو لعب في مكانه هو لعيب كويس جدا، والاهلي محتاجه في الحته اللي قدام دي. لعيب محتاج ثقه. كان فاقده برضو الثقه طول الفتره اللي فاتت دي خالص. رغم ازمه نقص اللاعبين برضو ما كانش بيلعبه، بدا يلعبه دلوقتي، واللاعب اعتقد ان هو بيقدم مستوى مش وحش، كويس، محتاج ثقه بس واستمراريه. هيبقى لعيب كويس جدا. زي ما قلنا الاهلي مع التدعيمات اللي جايه دي هيبقى افضل، خصوصا انه داخل على ماتشات قويه الفتره الجايه وضغط ماتشات وعدد ماتشات كبير. هيحتاج عدد لعيبه كبير طبعا عشان هيكون في ضغط الماتشات، هيبقى في اصابات، هيحتاج لعيبه. فالاهلي طبعا محتاج التدعيمات الفتره الجايه، واعتقد ان الاهلي مع التدعيمات هيبقى شكله افضل. شايف ان جمهور الاهلي لازم يصبر شويه، يصبر شويه على الضغط على اللعيبه. طبعا لعيبه كتير مقصره بحق نفسها، ولكن هي دي نوعيه اللعيبه دلوقتي اللي موجوده في مصر، وهو ده اخرها. فانت بتمشي معاهم واحده واحده لحد ما تقدر تجيب صفقات من بره قويه شويه، وتقدر تسيستم نفسك الفتره الجايه. كولر لازم يعيد حساباته زي ما قلنا، ولازم يركز مع فرقته اكتر من كده، يا اما انا بشوف ان نهايته ممكن تبقى قريبه. طبعا هارد لك لجمهور الاهلي ولاصحاب الاهلاويه طبعا، وان شاء الله بالتوفيق للاهلي والزمالك الفتره الجايه.